قطر وتركيا بيتبعوا المحور الديمقراطي في امريكا، يعني هم حلفاء الديمقراطيين. اما السعوديه والامارات، السعوديه بالذات والامارات من بعدها ومصر، هم حلفاء الجمهوريين. فقطر والاخوان هينكمشوا نوعا ما. قطر طبعا بتحاول تظهر ان هي صديقه، يعني بتحاول تحسن علاقاتها مع الايه الولايات المتحده وتظهر ان هي صديقه وكده. واللي يهمها امريكا، اللي يهمها ان هي بتاخد منها الفلوس اللي هي عايزاها. تاني حاجه، اعتقد ان امريكا علاقتها مع قطر هتبقى افضل، لان قطر ليها تواصل مع مع حماس، يعني ومع يعني المنظمات الفلسطينيه. وترامب حاول مره تصنيف جماعه الاخوان المسلمين كجماعه ارهابيه في امريكا، لكن ما عرفش. ففي اعتقادي ان هم هينكمشوا يعني. وهو تركيز قناه الجزيره والاعلام بتاع الاخوان المده الجايه على ان ترامب هيحلب السعوديه، انت خد بالك، وان ترامب مش عارف يعمل ايه في مصر كده يعني. هيبقى يعني شغلتهم المده الجايه التشنيع، انت خد بالك، التشنيع على الانظمه، يعني ايه اللي هم الدول الرباعي، اللي هي مصر مثلا والسعوديه والامارات.